السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيت نحكي معاكم من القلب للقلب على أخت دارت تعليق في القناة وشدني. أخت بطلة صح، مسكينة غلبها التعب والحمل تقال عليها. نختصر لكم التعليق على خاطر طويل شوية. قالت ولدي عندها 8 سنين وانا وباباه منفصلين وما عندهش دور الأب في حياته ولا دور الراجل في حياته. ما على بالناش اذا ما عندهاش والديها وخوتها ولا ما قبلوهاش في حياتهم كي طلقت. رحنا نشوفوا بزاف هاد ليكا. ما عنديش تفاصيل. المهم تقول ولدي مدمن تليفون ثقيل بزاف وفنيان لدرجة راه يبول تحته ويعجز باش يروح للطوالات. وعييت معاه، دفعته يدير سباحة، دار سروبان، ديته للبسيكولوج وكي ما درت معاه باقي هو. وعييت وما قديتش. قبل ما نهضروا على المشكل تاع الولد بغيت نقولك يا اختي العزيزة يعطيك الصحة وربي يقويك. راكي رافده حمل الجبال وحدك ومن حقك تعياي وتفشلي. يحسن عونك. بصح سمعيني مليح، الحل تاع ولدك يبدا من عندك انتي قبل ما يبدا منه هو. اجي نفهموا المشكل واش راه صاري في راس هاد الولد. شوفي اختي، هاد الولد اللي راه يبان لك فنيان وبطيء هو في الحقيقة راه يبعث لك رسائل صامتة. هو راه حاس باللي راه وحده في مواجهة هاد الدنيا، وغياب صورة الراجل في حياته خلاه يهرب لعالم التليفون، خصوصا إذا كان شاهد على المشاكل الزوجية ومشاكل الطلاق بينك وبين باباه. ألوغ ولا عنده التليفون هو البلاصة اللي يصيف فيها روحه، تما يحس باللي هو قوي وعنده بزاف صوالح يديرهم. أما قضية يبول تحته وهو عنده 8 سنين، هنا الولد راه باغي يبقى دايما صغير ان بيبي باش انتي تتهلاي فيه وتحميه اكتر، على خاطر راه خايف يكبر ويواجه المسؤولية ويشوف المشاكل وهو ما عندهش سند، خصوصا اذا انتي دايما تفكريه باللي ما عندكش باك ولا راهم يعايروه في المدرسة باللي والديه مطلقين. الوغ هنا في هاد لوكا خاصك تتبعي وتحوسي في هذا الموضوع وتشوفي إلى راهم صحابه يتنمروا عليه. ثالثا نروحوا للحلول العملية غير بالسياسة والتدرج. شو حبيبة، اجي نحطوا اليد في اليد ونسيي ونفصلوا هاد النقاط غير بشوية وبالعقل. حاجة الأولى نقصي الأوامر. شحال ما تقولي له نوض غسل نوض صلي، شحال ما يزيد يعاند معاك. بدلي الهضرة بجدول مرسوم ومعلق قدام عينيه، وكل ما يدير حاجة يكوشيها هو. رديها معاه لعبة ماشي أوامر، وكي يكمل المهمات تاع النهار في الليل مدي له جائزة. وإذا ما قدرتيش تجازيه كل يوم باغ اكزامبل ديريها مرة في الأسبوع. باغ اكزامبل خرجيه يحوس، مدي له دراهم هو يشري اللي يبغي، حاجة كانت في خاطره وما حققتيها لهش، حتى يوالف كل يوم يدير نفس المهام. هنا العقل يتعود على خاطر كل شيء يجي سهل بالعادة، والعادة كي تفوت 40 يوم خلاص ما يعاودش ينساها. الوغ هنا خاصك شوية صبر ولا نقولوا بزاف تاع الصبر. ثانيا السياسة مع التليفون، هذه انا عندي اصعب حاجة، وكان راها راهم عندنا ولاد ورانا شايفين كيفاش كل راها تعاني مع التليفون اذا ما كانتش من الاول دايره نظام لولادها. يا اختي الله يعينك على هاد النقطة، بصح سيي نحيهوله بالتدرج. كل يوم نقصي له 4 ساعة، كل سمانة تزيد 20 دقيقة، نص ساعة، حتى تولي ساعة. بصح ما تنحيلهوش وتخليه في الفراغ، لا. في هاد الوقت انتي لازم تكوني حاضرة، قعدي معاه، احكي له حكاية، ضميه، بوسيه، لعبي معاه، هضريه، خليه يحكي لك هو وسم راه حاس وسمت مني. حسيه باللي هو مهم عندك والصبري معاه قدر المستطاع، على خاطر التليفون إدمان، وإذا نحيتيه ضربة واحدة ولدك يهبل، يصرى له كما المدمنين تاع المخدرات كي ينحيو لهم لا دغوغ.
عارفة كيفاش تدخلي للعالم تاعه باش تقدري تجبديه لعندك وما يبقاش بعيد في عالم وهمي وهمي يضره كتر ما ينفعه. وثالثا حوسي على القدوة برا. مادام ولدك ما عندهش قدوة في الدار اللي هو الأب ولا الجد ولا الخال، حوسي له على مدرب تاع رياضة. قلتي باللي راكي دافعته في السباحة، شوفي المدرب إذا كان إنسان يتاكل عليه ويكون صالح ويخاف ربي، هضري معاه، هو يتبناه في الفريق ويكون له القدوة باش يرشده للطريق الصحيح. ولا شوفي شيخ المسجد إلا كان قريب، احكي له على المشكلات تاع ولدك، بالك يقدر يعاونه. الطفل في هذا العمر يحتاج يشوف راجل يتعلم منه. وبلا ما ننساو يا أختي، أهم باب وأول باب تدقي عليه هو باب ربي سبحانه، على خاطر القلوب بيد الله. ومادام راكي وحدك وما عندكش سند تاع العباد، روحي لرب العباد، هو السند ليك ولولدك. صلي في جوف الليل، خوي قلبك، ادعي وبكي لربي وقولي له يا ربي هذا ولدي راه امانتك عندي، وانا عييت وضعفت وما صبت حتى واحد من غيرك. انت القوي يا من اذا اردت شيئا تقول له كن فيكون. صلح لي ولدي، جعله قرة عين لي، وزيدي ادعي باللي تبغي. الدعاء يغير القدر، ما تستهينيش بقوة الدعاء. كاين حالات عجز فيها العلم وبكلمة يا رب تبدلت الأحوال. وكلمتي الأخيرة ليك، ولدك ماشي فاشل، هو غير ضايع ويستنى فيك تشدي له يديه. بصح باش تشدي له يديه خاصك انتي تكوني بخير. ريحي روحك وعرفي بلي ربي ما راحش يضيع لك تعبك ولا يضيعك لا انتي لا ولدك. وعندي نداء للمتابعين والمتابعات، راني نطلب منكم كامل تدعيوا لهاد الأخت في التعليقات وقولوا لها كلمة طيبة تجبروا لها بها خاطرها. بالك دعوة واحد فيكم تكون مستجابة وتفتح لها أبواب الفرج. وماذا بيكم أمنوا على دعائي. اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان، اشفي هذا الولد وأصلح حاله، وانزع من قلبه الكسل والخمول وازرع فيه الهمة والنشاط. اللهم كن لهذه الأم العون والسند وارزقها القوة والصبر، واجعل ابنها بارا بها وصالحا يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.